تخيل بيتك يتحول لسجن من غير ما تعرف مين حبسك. الابواب مش بتفتح، الشبابيك مش بتتكسر، حتى الحيطان بتمنعك من الهروب. وبره وكل اهل القريه تقريبا محبوسين زيك. لكن المشكله الاكبر لسه ما ظهرتش، لان كل ما المطر ينزل كائن غريب بيظهر. والعيله دي هتكتشف بعد سنين انهم ما كانوش عايشين في ارضهم اصلا. روز بتخرج من البيت علشان تجري، وجون بيرجع من البيت ومعاه الحلويات اللي روز بتحبها. وفي نفس الوقت المطر بيبدا ينزل بعنف، السما مليانه غيوم والجو كله حاسس انه بيجهز لحاجه اكبر. جون يوصل والعيله تستعد تخرج زي ما كانوا متفقين، لكن اول ما روس وجرام يفتحوا الباب ما يتفتحش. اول يفتكروا ان في مشكله. جون يجرب بنفسه، برضه ما فيش فايده. يروح للباب الخلفي مقفول هو كمان. هنا يبدا القلق. يجربوا الشبابيك ولا شباك بيفتح، حتى الانترنت والاتصالات اختفوا. العيله بقت محبوسه وما فيش اي طريقه يطلبوا بيها مساعده. وفجاه الكلب يبدا يهوهو بشكل غريب، كانه شايف حاجه هم مش شايفينها. جون يقرر يكسر الباب، يرجع لورا، يجري بكل قوته ويخبط الباب برجله. لكن بدل ما الباب يفتح، جون نفسه يتحدف لورا. هنا الموضوع بقى اخطر من مجرد باب بايظ. جون يجيب اداه حاده ويبدا يكسر الباب. الازاز قرب يتكسر وفجاه يرجع زي ما كان، كانه بيتصلح لوحده. منى واقفه مش فاهمه، وجون بيجرب شباك ورا شباك، نفس النتيجه لحد اخر شباك. وهناك يشوف حاجه مرعبه، نور جاي من البيت اللي قصادهم. وجون يكتشف انهم مش لوحدهم، كل اهل القريه تقريبا محبوسين جوه بيوتهم، نفس الابواب ونفس الشبابيك، نفس السجن. لكن في شخص واحد بره، البنت اللي شفناها في البدايه. روز كانت بتجري بعيد عن البيت، وهي الوحيده اللي لسه حره. واضح انها خرجت تجيب مساعده، وده يخلي العيله تتمسك بالامل. يمكن المساعده تيجي، يمكن كل ده ينتهي. فيبداوا يستنوا. جون وباقي العيله يتواصلوا مع الجيران بالكتابه، كل واحد بيكتب على ورقه او لوحه كبيره. لكن واحد من الجيران يكتب سؤال يخوف جون: هل الحكومه هي السبب؟ جون مش فاهم، والجار يرد بكلام يخلي الموضوع اغرب، كأن اللي بيحصل لهم هدفه يحافظ على حياتهم. جون يحاول ما يخوفش ولاده، لكن الوقت بيعدي، وروس اللي خرجت تجيب المساعده لسه ما رجعتش. ويجي الليل والعيله تاكل مع بعض، وجون يحاول يطمنهم، لكن الاطفال مش مرتاحين. روس تقول لجرام ان شكلهم مش هيخرجوا من البيت ده. وهنا جون يكشف لمنى سر كان مخبيه، هو اشترى مسدس. منى تتصدم، لكن جون عنده سبب. بيقول لها ان بقاله اسبوعين بيحلم بكوابيس، وكان حاسس ان الكارثه هتحصل للعيله، فعشان كده جهز نفسه. لكن الكلام ده بدل ما يطمنها يزود خوفها. وفي الليل منى تصحى على صوت دوشه، تنزل تلاقي جون بيحاول يفتح الباب بأداة كهربائيه. يعمل فتحه، الفتحه تتقفل. يحاول في الحيطه، نفس الحاجه. كل محاوله للهروب بتتمسح في لحظتها. جون ينهار، مش فاهم القوه دي ايه. وفي النهايه بيقول لمنى ان اللي بيحصل مش من صنع الانسان، في حاجه اكبر منهم حبسهم هنا. وتاني يوم جون ومنى يصحوا للحظه يفتكروا ان كل اللي حصل ده كان حلم، لكن الحقيقه ترجع بسرعه. الباب لسه مقفول والاولاد موجودين، روس وجرام بشكل غريب هاديين. روس واثقه ان اهلها هيلاقوا حل، وده يخلي جون ومنى يبداوا يفكروا بطريقه مختلفه، لكن مش قادرين يخرجوا. يبقى لازم يتعلموا يعيشوا. يبداوا يقسموا الاكل، يخزنوا الميه، ويحبسوا كل حاجه عندهم. حتى بواقي الاكل بقت مهمه، اي حاجه تتبقى تتخزن، لان محدش عارف الازمه هتستمر قد ايه. جون يحاول يخلي الحياه طبيعيه، يشغل الموسيقى ويقضي وقت مع اولاده ويعمل لهم حاجات تساعدهم. لكن في مشكله اخطر، الكلب بتاعهم مريض والدواء بتاعه قرب يخلص، ومفيش اي وسيله يجيبوا بيها علاج. تمر الايام وبعدين اسبوع كامل والعيله لسه محبوسه. جون يستمر بالتواصل مع الجيران لحد ما يتعرف على جارهم دكتور اسنان، لكن الاخبار من الجيران مش مطمنه. الاكل بيخلص والناس بدات تموت. وفي وسط كل ده روس تلاحظ حاجه غريبه، تقول لجرام انها شافت حد بره. جرام مش شايف حاجه ويحاول يقنعها انها غلطانه، لكن روس مصممه. بتقول ان كل مره المطر بينزل في حد بيجي يزورهم، والاغرب انها مش خايفه منه في البدايه لان شايفاه هادي. بعدها تقول للعيله انها شافت واحده بتحاول تدخل البيت. جون يقلق، خصوصا ان الجيران بدأوا يختفوا، وبيحذرهم روس من الوقوف عند الشبابيك بالليل. لكن العيله تحاول تعيش لحظات طبيعيه، يجهزوا للكريسماس، ومنى تعمل لهم كوكيز، يحاولوا يضحكوا، عايزين ولادهم يحسوا انهم لسه عيله طبيعيه. لكن الهدوء ما يكملش. روس تبص من الشباك وبتشوف مرات دكتور الاسنان بتطلب المساعده، وبعدين تقع. جون يجري، لكن مفيش اي حاجه يقدر يعملها. الست بتموت قدامهم، وروس بتسالهم ايه اللي حصل. جون المره دي ما يقدرش يكذب، يقول لها الحقيقه. وفي نفس الوقت دواء الكلب يخلص، حالته تسوء.
وجون يعرف ان مفيش حل فيضطر ينهي عذابه. اللحظة دي تكسر العيلة، لكن لسه في حاجة أسوأ. في يوم روز تفتح الستارة وفجأة تلاقي ست واقفة بره بتصرخ وشكلها مرعب وفي ايديها أداة حادة تحاول تكسر الشباك. العيلة كلها تتجمع، لكن الست مش بتحاول تدخل، هي بتحاول تحذرهم، تقول لهم ان محدش موجود بره وانهم لازم يستخبوا. وفجأة يظهر ضوء قوي وراها وقوة غريبة تسحبها بعيد، جسمها يتجرع على الارض وبعدين تختفي. هنا العيلة تصدق روز، في حاجة فعلا موجودة بره. وجون يسألها عن الكائن اللي بتشوفه، روز تقول انه مش بيبان عدواني، بالعكس شكله هادي. لكن جون عنده سؤال اهم، لو هو اللي حابسهم ازاي يكون بيحبهم؟ العيلة تقرر تغطي كل الشبابيك ويحاولوا يخلوا البيت شكله فاضي، لان لو الكائن بيدور على اي علامة للحياة مش لازم يشوفهم. لكن الجيران يبدأوا يموتوا واحد ورا التاني والعيلة تفضل محبوسة. يحاول جون يشغل ولاده، لكن روز تلاحظ شقوق في البيت ويكتشف ان الجزء العلوي ممكن يكون مخرج. روز تقترح انها تطلع لانها اخف من الباقيين، يأمنوها كويس وتبدأ تطلع. كل ما تقرب فوق الشقوق تزيد لحد ما توصل وتقول انها حاسة بالهواء، لكن في نفس اللحظة الجو يتغير وينزلوها بسرعة. الفرصة ضاعت وبعدها تحصل ضربة جديدة، الكلب حالته تنتهي، اكل بيقل اكتر والشهور بتعدي والعيلة تتعلم تعيش. لكن بعد حوالي 3 شهور المخزون يخلص، التلاجة فاضية، الدولاب فاضي، مفيش اكل، العيلة تنهار. لكن جون يحاول يجمعهم. جرام يفتكر السمك ويمسك سمكة ويحضرها للأكل والعيلة تاكل. ومن هنا جون يقرر يعمل حاجة جديدة، لازم يصطاد، يعمل مصايد، يجرب، يفشل، يجرب تاني، وفي النهاية ينجح. العيلة تقدر تصطاد حيوان وتاكل. بعدها يبدأوا يوزعوا جوه البيت، يعملوا سماد، مصايد، ويستغلوا كل حاجة موجودة. البيت نفسه يتحول لعالم كامل، وتعدي الأيام والأسابيع والشهور، وبعدين 5 سنين كاملة والعيلة محبوسة. البيت يتحول لحديقة والعيلة اتعلمت تعيش في المكان، وبره العالم اتغير، الارض بقت شبه الادغال والحيوانات انتشرت، لكنهم اتأقلموا. اول ما المطر ينزل كل حاجة تتقفل والمصايد تشتغل والاكل بيجيلهم. لكن بعد 5 سنين يحصل اللي محدش يتوقعه، الكائن نفسه يفتح باب البيت، العيلة كلها تستخبى، الكائن يدخل، شكله مرعب. لكن جون يلاحظ حاجة، جسمه بيتكون من المية والمكان اللي بيمشي فيه بيتجمد. العيلة تفضل مستخبية، كائن يدمر الزراعة اللي تعبوا فيها سنين وبعدين يخرج والباب يفضل مفتوح. جرام يجري، يمكن دي فرصته، لكن الباب يقفل قبل ما يلحق. جون يلاحظ ضوء الشمس داخل، الامل يرجع، يمسك المقبض لكن الباب مقفول. روز تبدأ تبحث في كتب وتوصل لفكرة غريبة، يمكن المكان اللي عايشين فيه كان في الاصل تابع للبحر والمخلوقات دي اصحاب الارض. يمكن الكائنات دي مش عايزة تقتلهم، يمكن عايزينهم يمشوا لانهم عايشين في مكان مش مكانهم. لكن قبل ما يقدروا يعملوا اي حاجة روز تتعرض لمشكلة، مصيدة تصطاد حيوان صغير، حاولت تنقذه فيعضها والعضة سامة، مفيش مطهر، وجون بيتخلص من الحيوان. لكن العدوى تبدأ، روز تتصاب بالحمى وتحتاج مضاد حيوي ومفيش عندهم دواء. جون يقرر يحاول يكسر الارض، يركب العربية ويروح ناحية الباب، لكن الباب ما بيتأثرش. وبعدها بيلاحظ شقوق في الارض، يحاول يكسرها، الاداة التاني، لكن جون مش هيستسلم لحد ما يكتشف فتحة كبيرة، ممر للصرف. وهنا الام تقرر تنزل، هي اللي هتروح، لان لو حصل لجون حاجة الاولاد هيبقوا في خطر. يأمنوها ويدوها جهاز ارسال وتنزل للممر وتفضل ماشية لحد ما توصل لبيت الجيران. لكن الارسال ينقطع، العيلة تسمع صرختها، جون ينهار ويبدأ يكسر الارض. لكن بعد لحظات الارسال يرجع والام وصلت، تلاقي البيت مليان جثث متحللة، لكن تلاقي اهم حاجة ادوية ومضادات حيوية. تفرح، لكن فجأة الكائن يظهر. الام تحاول تهرب، تجري ناحية الصرف، لكن تلاقي جثث في الممر والكائن يظهر وراها، تضربه بالرصاص ولا يتأثر، فتجري بكل قوتها وتوصل لبيتها. جون يكسر الحيطة ويسد فتحة الصرف بالطوب واخيرا يرجع. روز تاخد الدواء، لكن العيلة فهمت انهم مش هيقدروا يكملوا بنفس الطريقة، الاكل خلص، الزراعة باظت، والبيت مش هيحميهم للابد. يبقى لازم يواجهوا الكائن، يجهزوا الاسلحة ويعملوا خطة، يستدرجوه وبعدين يولعوا فيه. لكن اول ما المطر ينزل كل حاجة تخرج عن السيطرة، المية تبدأ تدخل من كل مكان، الحنفيات تفتح لوحدها والبيت كله يبدأ يغرق. وفجأة تظهر مخلوقات اصغر شبه الكائن الكبير وتبدأ تهاجمهم. جون يحاول ينقذ خطته ومنى تقدر تولع في واحد منهم، لكن مخلوق تاني يمسكها ويرميها لبعيد وبعدين يهجم على جون. العيلة تتجمع، جرام يقول لهم يطلعوا لفوق وهو يرجع يجيب الحاجة اللي محتاجينها وجون يوافق. لكن منى تبص لجرام بخوف كأنها عارفة انه ممكن ما يرجعش. جرام يعوم وسط المية، المخلوق وراه يقرب منه، لكن جرام ينجح في الوصول ويرجع. العيلة توصل لأعلى نقطة في البيت، لكن الشبابيك مقفولة، المية بتعلى بسرعة والكائنات بتزيد لحد ما جزء من اللحظة ينجح، يفتحوا الصرف،
المية تبدأ تنزل والكائن يتكتف بالسلاسل، كل واحد يقع في مكان وبعدها يقدروا يتجمعوا تاني ويروحوا ناحية الباب، لكن الباب لسه مقفول. جون يفقد أعصابه، يمسك الكائن ويهدده لو ما فتحش الباب هيقتله، لكن روز توقفه وتفهمه انه لو قتله ممكن يخليهم محبوسين للأبد. جون يسكت ويفتكر كلامها ويفتكر كل مرة كانوا بيحسوا فيها بحاجة بتلمس الإزاز، يمكن هو طول الوقت كان بيحاول يتواصل. جون يقرر يسيبه، يرفع الأداة عنه والكائن يقوم. العيلة كلها تترعب، لكن بدل ما يهجم يمشي ناحية الباب ويمسكه ويفتحه. العيلة تخرج لأول مرة من 5 سنين هم بره البيت، لكن الكائنات كلهم متجمعة حواليهم والبيت يبدأ ينهار، الأرض نفسها تتخسف بيه، وساعتها الحقيقة تبقى واضحة. دي كانت أرض الكائنات وهم كانوا عايشين في مكان مش مكانهم. العيلة تجري ناحية اليخت، تركب وتبعد عن المكان، ومن بين كل أهل المدينة هم الوحيدين اللي قدروا يعيشوا. جون يسأل منى هم رايحين فين، فترد عليه إنهم يروحوا أي مكان يكون مكانهم، أي مكان يقدروا يعيشوا فيه بحرية. لكن الرحلة لسه ما خلصتش، المركب تتعطل والعيلة تلاقي نفسها في وسط البحر، وده يبقى أول يوم في حياتهم الجديدة. المرة دي مش محبوسين في البيت، لكن لسه مش عارفين إيه اللي مستنيهم في البحر. لو الفيلم عجبك لايك واشتراك في قناة فيلموكا. سلام.